شايفين الاحداث اللي حصلت كلنا مش محتاجين حد يحكي عليها، لكن لو في حد شاف حاجة او شاهد عيان على حاجة هو ده اللي بيتكلم فيها. انا ممكن اشهد عيان من يوم 30 يناير، شاهد عيان من يوم 30 يناير انا لحد جمعة الغضب كنت قاعد بتفرج في التلفزيون، بس كنت عايز اتاكد الاول. لما اصحابي اللي عندي في المنطقه نزلوا يوم جمعه الغضب رجع منهم ناس حكت ايه اللي حصل، فابتديت انزل يوم 30 يوم الاحد. نزلت يوم 30 ولحد النهارده في الميدان شاهد عيان على كل. انا بس عايز اقول لكم حاجه، ان في دفعه قبلينا دفعه 25 فبراير، الدفعه دي اختفى منها 13 ولد. اوكي، الدفعه دي اختفى منها 13 ولد، وفي البنات اللي اتاخدوا حصل لهم حالات اغتصاب داخل المتحف. لو انتوا هتنزلوا عشان خاطر هتحتفلوا تقولوا ايه؟ على الاقل جيبوا حق البنات، جيبوا حق البنات. كل دلوقتي يعني مثلا في الجزائر، في تونس، كل احنا هنجيب حق البنات. ما في رجاله في مصر تيجي تجيب حق البنات، حق الشهداء اللي ماتوا عشان خاطر البلد، حق المصابين فين؟ انزلوا جيبوا حق دول، وبعد كده قولوا ان احنا ممكن نحتفل. حق مصر فين؟ حق البلد دي علينا فين؟ احنا ايه اللي عملناه؟ حسني مبارك كان جزء من النظام او رأس النظام، كان كبش فداء للنظام، اما النظام كله ما زال يحكم في البلد، ما زال المحاكم العسكرية شغالة. زمايلنا متحاكمين اول امبارح محاكم عسكرية. المحكمة العسكرية دي التحقيق والمحاكمة ما بياخدش اكتر من ربع ساعة وبتاخد حكم. احنا الاغلبية هنا واخد عليها احكام عسكرية، كلنا دلوقتي علينا احكام عسكرية. يعني لو انا او زمايلي هنا علينا احكام عسكرية وهننفذها اكيد في يوم من الايام. انزلوا عشان تلغوا المحاكمات دي، انزلوا عشان خاطر تجيبوا حق البنات. انا بس بقول كلمة للاخوان، خلوا عندكم دم، خلوا